السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض البطاطا المشوية الحلوة دي. هنعملها بكل أسرارها زي ما بتاكليها من العربية بالظبط. هنعملها بمنتهى البساطة في البيت وفي فرن البوتاجاز، وكمان هنزوقها بطريقة كده تفتح النفس. معايا هنا حوالي 5 كيلو بطاطا حمراء، جبتها طبعا زي ما انتوا شايفين ونقعتها تحت المية حوالي 10 دقايق بس كده تبوش من الطين اللي فيها. وبعد كده بدأت أدعكها بالليفة زي ما انت دعك بسيط. مش عاوزين نشيل القشرة الحمراء من عليها لأنها بتبقى تحتوي على قيمة غذائية عالية جدا، فحاول بقدر الإمكان نحافظ على القشرة بتاعتها. بعد ما غسلتها زي ما انتوا شايفين اهي، طبعا بقت نضيفة وزي الفل وكمان محتفظة بالقشرة بتاعتها. اعرفها ازاي بقى وانا بشتريها اذا كانت حمرا ولا بيضة؟ بتقشريها كده بضفرك وانت واقفة اهي، بصوا بانت معايا على طول ان هي صفرة او حمرا يعني. انما البيضه بتبقى مبلك بيضه على طول كده زي البطاطس. طبعا اللي احسن وبتبقى مزبده هي الحمرا، لان البيضه بتبقى عامله زي البطاطس، بتبقى متماسكه وبتبقى جامده شويه زي البطاطس، ما بتبقاش مزبده يعني. فاحسن لك طبعا لما تيجي تشتري الحمرا، بتبقى احلى وبتبقى اطعم كتير وبتبقى مسكره كمان. طيب، اول حاجه كده جهزت صينيه كبيره زي ما انت شايفه، معايا كميه بطاطا كبيره. وجهزت كده ورقه فويل، واحده بالعرض وواحده بالطول، علشان انا طبعا هقمرها، يعني انا هقمرها كده واسويها في الفرن. خلاص كده ظبطت الورقتين، واحدة بالعرض وواحدة بالطول، وابدأ اجيب كمان ورق زبدة ونفس الحكاية، واحدة بالعرض وواحدة بالطول، علشان برضو ما نعرضش البطاطا بتاعتنا للورق الفويل المباشر. بعد ما ظبطت الورق بتاعي وسكنته في مكانه كويس قوي، خلاص هو كده جاهزة بقى. ابدأ ارص البطاطا بتاعتي، ابدأ ارصها كده واحدة جنب واحدة مش على واحدة، يعني عاوزين كده بقدر الامكان كل بطاطاية تكون لامسة ارضية الصينية. اما لو عندك بطاطا رفيعة مفيش مانع تعمليها رق تاني، يعني ترصيها فوق الرق الاولاني، بس اهم حاجه تكون رفيعه تمام عشان تستوي معانا بسرعه. كوبايه ميه كبيره شويه كده، وابدا ارشرشها على البطاطا كده من فوق، لان دي هي اللي هتسوي لي البطاطا بتاعتي. يعني دلوقتي احنا لما نكمرها هتطلع بخار، كوبايه الميه دي هتطلع بخار وهتسوي لي البطاطا بتاعتي كويس قوي، وهتبقى جميله جدا جدا جدا، وهتحتفظ كمان بنسبه السكريات بتاعتها. هتشوفوا معايا كل حاجه. بعد ما رصيتها بقى كده، ببدا اقفل عليها كويس قوي او اكمرها كويس قوي، ورقه زبده كده على الوش، وابدا اغطي بيها طبعا البطاطا بتاعتي من فوق، وابدا بقى اجيب ورق الزبده اللي في الجوانب وابدا اقفل بيه كويس قوي. احنا بنكمرها يعني لازم نقفل عليها كويس قوي قوي قوي، علشان تحتفظ بالبخار بتاعها وهو اللي يسويه. وزي ما عملت في ورق الزبده ببدا اعمل كمان في ورق الفويل، ورقه كده وابدا اقفل بيها من على الوش، وابدا الم الاطراف بتاعتي واقفل بيها كويس جدا جدا. المهم ان انت تكمريها كويس، يعني تقفلي عليها كويس، علشان طبعا البخار هو اللي هيسويها. ورقه فويل بقى اخيره كده بقفل بيها من على الوش زي ما انت شايفه، وابدا ادخل الحروف بتاعتها في الصينيه كده من الجوانب. كده انا قفلت عليها كويس قوي قوي قوي، كده جاهزه معايا تدخل الفرن. سخنت الفرن بتاعي لمده 10 دقايق قبل ما ادخلها، علشان لازم تدخل معايا على فرن سخن. حطيتها طبعا على الشبكه على الرف الاخير، تكون قريبه من الفرن على طول، يعني فوق الفرن مباشر. تمام. هتقعد معايا قد ايه؟ ده على حسب بقى كميه البطاطا بتاعتك، وكمان على حسب حجمها. انا كميه البطاطا معايا 5 كيلو، وكمان حجمها كبير تخينه، يعني هتقعد معايا حوالي ساعة ونص. اما لو معاكي بطاطا رفيعة فهتقعد ساعة بس. طيب كده بعد الساعة ونص بالظبط بدأت اختبرها بقى، بحط ايدي عليها كده واجسها من بره، زي ما انت شايفة كده بتلاقيها طريت معاكي خالص وبتحسي بيها. خلاص هي كده جاهزة معايا وزي الفل. اهم حاجة ما افتحش عليها ابدا، اجسها دايما من بره لكن ما افتحش عليها. خلاص هي كده طريت وجاهزة معايا وزي الفل. طلعتها طبعا كده زي ما انتوا شايفين، وهبدأ بقى كده افتح عليها. بفتح بقى ورق الفويل بالشكل ده كده، وابدا اقصقصه من الجوانب، وكمان ورق الزبده برضو لما بفتحه ببدا اقصقصه برضو من الجوانب زي ما انت شايف. ليه بقى؟ طبعا لان هي لسه هتخش الفرن تاني، لسه طبعا هنديها كده وش تحمير علشان كمان تنشف معايا شويه. تمام. طيب ظبطت انا كده ورق الفويل ودخلته لجوه اهو بالشكل ده. ابدا كمان ورق الزبده برضو اعمل فيه نفس الحكايه. ما شاء الله، بصوا يا جماعة شايفين؟ ما شاء الله، تحفة تحفة، مستوية وجميلة جميلة جدا ما شاء الله، ولا محروقة ولا لازقة ولا حاجة أبدا. هوريكم طبعا، أشيلكوا واحدة واحدة أوريها لكم دلوقتي. كمان بصوا بقى، بدأت أقص ورق الزبدة أهو شايفين؟ لازم طبعا لان ندخلها الفرن تاني في نفس الصينيه، وبدخل برضو الورق كده لجوه، ورق الزبده في جوانب الصينيه زي ما انتم شايفين كده، علشان ما يتحرقش معايا في الفرن. يعني انا بحطه تحت الشوايه علشان ما يتحرقش معايا.
خلاص تمام، هي كده جاهزة معايا، تدخل معايا تحت الشواية حوالي ربع ساعة لحد لما تنشف معايا وتاخد لون جميل حلو قوي. بصوا كمان منزلة العسل بتاعها في الجنب ازاي، ما شاء الله حلو جدا. ده طبعا هناخده في الاخر وندهن يعني بيه، هناخده في الاخر كده وندهن بيه الوش ونلمعه، بيبقى حلو جدا وبيبقى مسكر وطعمه جميل. طيب دخلتها بقى كده تحت الشواية زي ما انتوا شايفين اهو، قريبة طبعا كده من الشواية شوية، وببدأ طبعا اضير فيها كل شوية بقى، بضير فيها علشان طبعا تاخد لون كويس كده من جميع الجهات، لان طبعا الكمية عندي كبيرة والصينية كمان عندي كبيرة جدا. بصوا بقى بعد ما طلعتها ما شاء الله تحفة تحفة. تقدري بقى تلمعيها دلوقتي بالعسل اللي نزل منها، وتقدري تلمعيها بالكراميل، تقدري تلمعيها بالزبدة، تقدري تلمعيها بعسل جلوكوز تقيل اللي انتي تفضليه. وخلاص كده بعد ما لمعتها ما شاء الله، شايفين يا جماعة؟ بصوا ما شاء الله قد ايه متماسكة ومستوية وزي الزبدة. تحفة بصراحة، ولا لازقة ولا محروقة ولا حاجة ابدا، وتتشال معاكي الواحدة بوحدتها. تقدري كمان تلفيها وتديريها لو انت عاوزاها تلسع من الناحية التانية، يعني اللسعة دي بتديها طعم جميل، او لو عاوزاها طبعا تبقى ملسوعة من جميع الجهات بتطلعيها وتقلبيها وتدخليها تاني تحت الشواية. شايفين ما شاء الله متماسكة وجميلة تحفة يا جماعة. هفتحها لكم كمان من جوه، مركزة طبعا السكر بتاعها فيها حلوة جدا ما شاء الله. هبدأ بقى ارصها بقى في السيرفيس بتاعي وابدأ اقدمها، تقدري تقدميها بقى بشكل جميل، وهقولك طبعا على كذا تزويق كده تزوقي بيها تبقى حلوة جدا وطعمها حلو قوي. بصوا اول حاجة تقدري تقدميها زي ما هي كده سادة بدون اي حاجة، وبتبقى حلوة، يعني في ناس بتحبها كده بدون اي حاجة، بتبقى جميلة جدا ما شاء الله. انا عايزة اوريكم قلبها زي الزبدة، حلوة قوي قوي. بصوا يا جماعة تحفة مشهية جدا وزي العسل وزي الزبدة، يعني لو قدمتيها كده بتبقى جميلة جدا، وفي ناس بتحبها زي ما انا قلت لكم سادة. تقدري بقى تزودي عليها مكسرات، تقدري تزودي جوز هند وزبيب، وممكن كمان سوداني محمص برضو بيخلي طعمها جميل قوي وقيمتها الغذائية اعلى. وتقدري كمان تحطي عليها كده عسل وطحينة برضو بتبقى جميلة على فكرة، بالعسل والطحينة متستغربوش. وكمان تقدري تحشيها كريم شانتيه بس طبعا بعد ما تبرد، وبرضو كده من فوق شوية سوداني شوية جوز هند وزبيب، والله بتبقى جميلة. في كل حالاتها بتبقى حلوة. انا اديتها رشه بسيطه كده من صوص الكراميل برضو، حاجه كده ايه بسيطه ما كترش. ممكن تديها كمان صوص شوكولاته بيضه، شوكولاته برضو غامقه، اللي انت تحبيه. كل حالاتها بتبقى حلوه ومفيده ومغذيه. طول ما هي موجوده في السوق ما تقطعيهاش من البيت، بتبقى جميله قوي، مفيده للصغير وللكبير. وهاتي كمان دايما الحمرا المزبده بتبقى جميله قوي. يا رب الطريقه تكون عجبتكم وتكون سهله عليكم. اذا عجبتكم اعملوا لايك وشير وسبسكرايب. اشتركوا في القناه علشان يوصل لكم من جديد.